السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وبخير. وصفتنا لليوم هي البقلاوة المالحة، إن شاء الله تعجبكم الوصفة. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وننصحكم باش تتبعوا الفيديو من الأول للآخر باش تستفادوا من الملاحظات. بالنسبة للعجينة خذيت 200 جرام كريم فريش حكة كاملة معناها، ومع 50 جرام زبدة مارجرين، مغرفة صغيرة ملح، وقرابة 450 جرام فرينة. نعجنوها حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة وما تلصقش في اليدين، ونخليها ساعتين كاملين ترتاح مادام حضرت الحشو. توا في مقلة نصب شوية زيت زيتونة، نزيد عليه بصل قرابة 3 بصلات صغيرات، ومعاهم 400 جرام سكالوب. بالنسبة للسكالوب قسيتها كبير عادي ميقلقش، على خاطر من بعد باش نرحيه. زدت عليه مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة زعتر وكليل، ومغرفة صغيرة كركم. نزيد عليهم شوية ماء، كاس صغير كاس تاي، نخليهم على نار متوسطة حتى وين يطيب سكالوب وينشف الماء. نحطهم في الهشوارة ونزيد عليهم 3 كعبات عظم مسموطين، وزدت عليهم معدنوس و150 جرام جبن مخلط، ومعهم حكة ريجوتا. نحب نقول لكم حاجة اللي برشا ناس يروحوا السكالوب وحده من بعد يزيدوا المكونات يخلطوهم مع بعضهم. أنا عجبتني الطريقة هذه إني نرحي المكونات الكل مع بعضهم، يزيد المعدنوس يتفرم ويعطي لون مستخضر للخليط، ترجع كأنها بقلاوة بيستاش. حتى العائلة كيف شافوها قالوا منظرها بصراحة يشهي. وتوا في المرحلة هذه نبدأ نزيد في الهضم بالعظمة بالعظمة، على خاطر حاجي بيه خليط متماسك، ما نحبش جاري باش ما يتريشش. شوفوا في الأول زدت عظمة، ومن بعد نبدأ نزيد بشوية بشوية، في الآخر بالكل زدت 6 عظمات. يجي خير، وحسب المقادير هذو 6 عظمات يمشوا معاهم بالكدا. توا نرجعوا لعجينتنا نشوفوها نتفقدوها بعد مرور ساعة أكيد تلقوها خير. رجعت طرية، نحطوها على بابي كويسون، نقسموها على 2، ومن بعد نزيد بابي كويسون فوقها، ونبدأ نحل فيها في الاتجاهات الكل باش نتحصل على عجينة جويدة. رد بالكم تخلوها خشينة خاطر هي البقلاوة تجي رهيفة ديما خير، الطبقة الفوقانية والطبقة اللوطانية، ويبدأ الحشو باين في الوسط. شوفوها كيفاش الغلظ متاعها ما شاء الله اتحلت بالكدا، خاطر هي العجينة قد ما ترتاح قد ما تكون خير. توا ناخذ البلاتو نحط فيه بابي كويسون، نطرح فيه العجينة، وناخذ السيرسو نتاعي القطر نتاعها 30 سنتيمتر. ما شاء الله جت البقلاوة كبيرة باهية باش نذوق منها العائلة الكل. ولهنا نبدأ نتكي على العجينة شوية بصوابعي، ونحي أكيد العجينة الزايدة في الأطراف، ونبدأ نقبها بالفرشيطة باش العجينة ما تطلعش ما تنفخش معناها. وما ننسوش باش ندهنوها بأبيض العظم، خاطر ديما باش يلصق الخليط في العجينة اللوطانية. وحتى من الفوق زاد نفس الحكاية، ندهنوا بالأبيض العظم يخليها تلصق في بعضها، ما تبداش تتنحى الورقة معناها. وتوا نبدو نصب الخليط بشوية، نصب شطر الخليط برك، نطرحه على أطراف البلاطو كامل، ومن بعد نزيد الفاكهة والله ما استعملتش برشا، أما ما شاء الله والله طعمت بالكدا على خاطرها مهروشة ومقلية. الناس الكل قالوا لي ما شاء الله استعمل كلها مابية بالفاكهة، رغم والله ما استعملتش برشا، حتى بريسك 100 جرام يمكن. نطرحها الفاكهة على الخليط الكل، ومن بعد نتكي عليها شوية باش تدخل في وسط الخليط، ونزيد من بعد نكمل شطر الخليط الثاني. نطرحها بالكدا حتى هو على كامل البلاطو، ما يلزمش تجي معناها متفاوتة السمك متاع الخليط، يلزمها تجي قد قد. توا نتعدو للطبقة الأخرانية اللي هي طبقة العجينة، نعاودو نطرحوها بنفس الطريقة اللي طرحنا بها العجينة الأولانية بالكل. ونرجع للبلاتو متاعنا، ندهنوا الخليط بأبيض العظم بالطريقة هذه باش تلصق الطبقة الأخرانية اللي هي العجينة في الخليط. ومن بعد نحطوا العجينة نطرحوها فسط السرسو باش تجي مريقلة، نسيسوا عليها بالكدا باش ما يخرجش الخليط منا ومنا.
عادي ما تقلقش كان جت أكبر شوية وتجي الحواشي طالعين شوية، من بعد ما تطيب نجموا نحوهم. ما تقلقوش رواحكم. وأكيد ما تنسوش باش تدهنوا بقلاوتنا بالأصفر العظم باش يجي لونها دوري ومزيان. في الآخر ناخذ سكينة ونبدأ نممر مربعات ونحط عليهم الفاكهة باش تلصق الفاكهة في البقلاوة. تنجم المرحلة هذه تستغنوا عليها، تخلوها من بعد ما تطيب البقلاوة ونقصوها، تحطوا الفاكهة تلصقوها بشوية أبيض عظم وتعودوا تدخلوها للفور على أقل درجة متاع الفور. تجي كيف راهو عادي. وتوا ندخلها للفور على 200 درجة مدة 25 دقيقة. شوفوا ما شاء الله كيفاش خرجت. تشهي نخلوها ترتاح حتى وين تبرد. نصيحة خذوها مني، راهو هي البقلاوة يلزم تحضروها على بكري مثلا من الصباح باش تقصوها كالعشية باش تجيكم مرطوبة ومنظمة. توا نحو هيك الحواشي زايدين ونبدأ نقص فيها بشوية بشوية. شوفوا ما شاء الله كيفاش مرطوبة ومنظمة. بصراحة الضوء يضرب فيها برشا، أما هي لونها الأصلاني جت لونها خضرة تقولش عليها بالحق بقلاوة بيستاش. وما تنسوش زيادة باش كل مرة تمسحوا السكينة بابي باش ما تجيش البقلاوة مريشة. وتوا نتبعوها كل مستطيل نقصه مربعات باش تجينا كيما كعبة البقلاوة الحلوة. شوفوا المنظر، بصراحة منظرها يشهي ما شاء الله. نتاع مناسبات ننصحكم كي تبدا عندكم مناسبة ولا عندكم ضيوف في الدار تجربوا الروسات هذه على خاطرها ما شاء الله تبارك الله. ياسر منظرها باهي وحتى المطعم حلو برشا. يعطيكم الصحة على مشاهدة الفيديو وعلى تشجيعاتكم. إن شاء الله نتقابلوا في فيديو آخر. إلى اللقاء.